عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء متابعي قناة أسرار مخفية. ذكرت صحيفة الفجر نيوز في عددها الصادر نهار 3 15 فبراير 2022 أنه أول واحد تحدث عن الزيارة هو الناشط فيما يسمى بمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك، خلال الوقفة الاحتجاجية اللي نظمتها أول أمس بشارع محمد الخامس وسط العاصمة دفاعا عن استقلالية القضاء. وقال جوهر بن مبارك أيضا أنه البرلمان باش يعقد جلسة عامة بحضور وفد من البرلمان الأوروبي. وكذب مصدر مسؤول حضور الوفد جلسة في البرلمان مستغرب ترويج مثل هذه المغالطة حسب تعبيره، اللي قال إنها شوهت برنامج الزيارة. وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع للشارع المغاربي أنه الوفد يضم 15 نائب وأنه الزيارة باش تكون في غضون الأسبوعين القادمين. من جهته قال مصدر دبلوماسي أيضا للشارع المغاربي أنه تم ترتيب إرسال بعثة تقصي برلمانية ضمن الاتحاد الدولي للبرلمانيين لمعاينة الأوضاع والتطورات اللي تعيشها البلاد منذ الإجراءات الاستثنائية اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد نهار 25 جويلية 2021، وإنه باش تكون للوفد لقاءات وصفها المصدر بالمتنوعة. وشدد نفس المصدر على أنها باش تشمل وزراء في حكومة نجلة بودن ونواب بالبرلمان المجمدة أشغال علاوة على رئيسه راشد الغنوشي، بالإضافة لممثلين عن وسائل الإعلام والمنظمات الوطنية والنقابات والمجتمع المدني. في النهاية نشكركم على تفاعلكم معنا والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.